السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ بيجي لي ناس كتير جدا اليومين دول بيقولوا لي ايه رأيك نربي ولا ما نربيش؟ تكلفة الفراخ عالية. التربية فعلا بقت مكلفة جدا اليومين دول، فنعمل ايه؟ نربي ولا نشتري الفراخ بتاعتنا جاهزة وخلاص ونوفر فلوسنا ونوفر مجهودنا والكلام ده. فدايما رد عليهم: يا جماعة ربوا على قد ما تقدروا الفترة دي، ربوا. محدش يقول لي ده احنا داخلين على عيد أضحية، ده كانت الفراخ هتبقى رخيصة. ما فيش الكلام ده. فراخ النهاردة في المزرعة عاملة 72 جنيه، الكيلو بتاعها عامل 72 جنيه. تمام، يعني طبعا انت هتجيبها من البياع من بره، هتبقى عامله لها مثلا الكيلو 75 76. فرخة هتقطع معاك الاتنين كيلو اللي هي جايه من المزرعة، يعني كمان مش شغل ايدك ولا حاجة انت شايفها بعينك ولا شايف واخدة ادوية ولا لا. هتبقى عامله لها 150 160 جنيه، ده غير تنظيفها كمان. فلا يا جماعه، ربوا في البيت. اللي مش قادر ومش قادر ان هو يربي كميه كبيره، ربي 10 فرخات. احنا عملنا قبل كده فيديو صغير يبين لكم ازاي تربوا فراخ صغيره وتستقبلوها ازاي وتمشوها ازاي في اعداد بسيطه. فربي لو 10 فرخات. ما عندكش مكان، اتصرف، اعمل حته في البيت، متر في متر متر في متر، ياخد معاك 10 فرخات. الامور سهله والله، احنا اللي بنصعبها على نفسنا. تمام. طب انت بتقول لنا ربوا ليه؟ ايه يعني؟ هل في فايدة؟ هل في فايدة هتعود علينا من التربية؟ اه، في فايدة ان شاء الله هتعود علينا من التربية. طب انت ايه اللي قال لك؟ خلاص احنا هنمشي واحدة واحدة مع بعض. هنحسبها كده واحدة واحدة. هنعمل دراسة جدوى لتربية الفراخ. الايام اللي احنا فيها حاليا، احنا في شهر 6 اهو. هنشوف الفرخ بيتكلف قد ايه لحد ما يتذبح ان شاء الله، لحد ما يديك وزن 2 كيلو ونص، 2 كيلو 800 على 35 يوم زي ما قلنا قبل كده. تمام، من عمر يوم لحد ال 2 كيلو و800 وزن على عمر 35 يوم ان شاء الله. هنعمل دراسة جدوى، وهتعرفوا الفراخ بتتكلف معانا كام، كل حاجة كل حاجة في التربية. تمام. وفي الاخر انا هطلع فرخ وزنه قد ايه على عمر 35 يوم وقيمة الفرخ ده كام. تمام كده. نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. وركزوا معايا كويس جدا في الحسبة دي. تمام، يعني أنا همشي معاكم التكلفة بتاعتنا واحدة واحدة، ركزوا معايا. أول حاجة الكتاكيت اللي هنشتريها. الكتكوت النهاردة سعره عامل من 7 جنيه ل9 جنيه، هو متوسط 8 جنيه، خليه من 7 ل9. تمام كده. ده سعر الكتكوت النهاردة. يبقى أول بند عندي واحد، الكتكوت ب9 جنيه، يعني هنتكلم إن هو ب9 جنيه كمان. تمام. تاني حاجة العلف. العلف، الكيلو العلف النهاردة متوسط أسعار كيلو العلف 27 جنيه، وده أعلى حاجة كمان لأن العلف في النازل. أنا بقول لكم ربوا اليومين دول، لأن الكتاكيت اللي كانت ب15 من أسبوعين النهاردة ب9، والعلف اللي كان ب32 الكيلو النهاردة ب27، وده أعلى حاجة. تمام. تمام كده. أه. الحاجة التالتة العلاج والفرشة. علاج والفرشة بتاعتي سواء نشارة أو تبن، هيبقى 5 جنيه للكتكوت. العلاج والفرشة والإضاءة كمان 5 جنيه للكتكوت. تعالوا بقى نحسبها كده. 9 جنيه تمن الكتكوت. العلف 3 كيلو ونص علف. الفرخ بياكله 3 كيلو ونص علف. 3 كيلو ونص علف للفرخ الواحد على عمر 35 يوم، يديك متوسط 2 كيلو ونص وانت طالع. تمام. فالعلف 3 كيلو ونص في 27 جنيه ب95 جنيه. تمام، ادي البند التاني. البند التالت بقى العلاج والفرشة والإضاءة 5 جنيه للكتكوت. تمام، 5 جنيه للكتكوت. تعالوا بقى نجمع كده. تمن الكتكوت 9، وأكل علف ب95 جنيه، 3 كيلو ونص، وصرف علاج وفرشة 5 جنيه. يبقى الكتكوت متكلف معانا كام؟ عشان يبقى فرخة 2 كيلو ونص متكلف معانا 110 جنيه. طيب، اعمل يا عم نسبة نافق للكتاكيت لما يكون عندي كميات كبيرة، يعني لما أكون مربي بقى 100 50 100 وأنت طالع، فأكيد هيموت مني فراخ، يعني النسبة الطبيعية. خلي 10 جنيه نافق، بما إن تمن الفراخ غالي. 10 جنيه نافق. هو كان الأول النسبة بتبقى 5، خليها الوقت 10. يبقى الفرخ اللي اتكلف معايا 110 هيتكلف 120، بس ده في الكميات الكبيرة. لكن في الكميات الصغيرة، لو جايب 10 فرخات ولا 20 فرخة هيموت منهم يعني فرخة ولا اتنين بالعافية. تمام كده. طيب، يبقى كده الكتكوت في الكميات الكبيرة لما يبقى فرخة، اتكلفت الفرخة معايا 120 جنيه. يعني الفرخة هيتكلف، يعني العشر فرخات هيتكلفوا 1100 جنيه. العشر فرخات في 110 هيتكلفوا 1100 جنيه. ده على عمر 35 يوم إن شاء الله. 100 فرخ هيتكلفوا لهم
في 11,000 جنيه لحد إيه، لحد 12,000 جنيه لو حسبنا نسبة النفق بتاعتنا ل10 جنيه لكل فرخة. يعني لحد 12,000 جنيه، من 11,000 جنيه ل12,000 جنيه ال100 فرخ. طيب تعالوا بقى نشوف هي مربحة ولا لأ. يعني أنا بقول لكم لأ، ربوا فيها فايدة. طب الفايدة جاية منين؟ تعالوا نشوف. الفرخ دلوقتي الكيلو في السوق سعر مزرعة عامل 71 72، ده سعر مزرعة كمان. يعني انت لو اشتريت زي ما قلنا هتشتري اغلى من كده من البياع. فمن المزرعة 72 جنيه. الفرخة بتاعتك هتطلع معاك ان شاء الله على 35 يوم 2 كيلو ونص. طيب اضرب ال 2 كيلو ونص وزن في 72 جنيه. الفرخة هتعمل معاك 180 جنيه لو انت بتشتريها ال 2 كيلو ونص، لو انت بتشتريها من المزرعة كمان ب 180 جنيه. طب انت ربيتها، لو انت مربي كميه بسيطه مرباها ب 110 مرباها ب 120، هل في فرق؟ اه في فرق اهو، فرق كبير كمان. 50 60 جنيه في الفرخ، انت اولى بيهم. عيالك او عيالك اولى بيهم. انت دلوقتي لما تجيبي 10 فرخات زي ما قلنا وتربيهم في اي مكان عندك في اي حته، هتوفري اكل للعيال وباقل من انك تشتري، وعلى الاقل حاجه نظيفه وانت عارفاها وانت مربيها تحت ايدك. وممكن توفر عن كده كمان لو الفراخ ظبطت معاكي وجات معاكي بدري. لو جيتي في الاواخر وحطيتي شويه عيش زي ما هنشوف بعد كده ايه البدائل اللي ممكن تحطها للعلف، هنقول لكم الكلام ده في فيديوهات بعد كده ان شاء الله. فممكن تحط بعد كده شويه شويه عيش، بطاطا، الحاجات دي كلها هنقولها باذن الله. فدي بترمي معاكي وزن وفي نفس الوقت توفر معاكي بما ان العلف غالي. تمام. فهتلاقي نفسك ربيتي فرختين كويسين جدا، طعم محترم قوي، حاجه جميله. وبسعر اقل بكتير 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 مما هتشتري. يعني انت ممكن الفرختين او الثلاث فرخات بتمن فرختين. يعني الفرختين اللي انت مربيهم دلوقتي بتمن ثلاث فرخات من الشراء. ففرق كبير قوي. لا يا جماعه، اتكلوا على الله وربوا. التربيه مفيده جدا جدا ومربحه بكتير. طب انت بتقولي التربيه مربحه، طب ليه بتوع المزارع بيخرجوا يعيطوا وبيقولوا لا ده احنا بنخسر؟ اه فعلا يا جماعه، بتاع المزرعه ممكن يخسر. انت بتربي في البيت، انت بتربي في مكان مش ملطوط. يعني ايه؟ يعني ما فيش فيه فيروسات، ما فيش فيه امراض كتير زي بتاع المزرعه. كل ما كانت الكميه كبيره، كميه الالافات ديت مضروره ومعرضه للخسائر. بتاع المزرعه لو ما بيموتش عنده فراخ هيكسب مكاسب رهيبه. على الحسبه اللي انا حسبتها لكم دي هيكسب مكاسب رهيبه. لكن الفكره ان بتاع المزرعه بينفع عنده برضه كميات كبيره جدا، هي دي اللي بتخسره. لكن انت في البيت بتربي لحد 500 فرخ وعندك قطين في البيت وهتربيهم وعاوز تعملهم مشروع، هتربي 500 فرخ مش هيبقى عندك اي مشكله ان شاء الله، وهتلاقي الفراخ ماشيه معاك تمام. لكن بتاع المزرعه لان اصلا المزرعه موبوءه، الفيروسات موجوده فيها، فبيبقى عنده نافق بكميات كبيره جدا. بالعكس ده ممكن يخرج خسران خسران خساره رهيبه، مش بس مش هيكسب، لا ده ممكن يخرج خسران. لكن اللي بيربي في البيوت زي حالاتكم ما يقلقوش، يربوا وان شاء الله هيستفادوا وهيكسبوا. يعني احنا نتمنى ان الناس تستفاد بصراحة. والله انتوا شايفين يعني كل حاجة غالية اليومين دول. ونتمنى ان الناس توفر على نفسها وتربي لو 10 فرخات ان شاء الله، مش هيبقوا مكلفين. مش هيبقوا مكلفين. وربنا يبارك لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.